الآن على موجات الشباب والرياضة بنك الحب. وهتصاحبنا اللمسات الفنية الهندسية لمحمد عطية، والإخراج المتميز دايما على الهواء يسرب سيد. واسمحوا لي أعيش معاكم من الزمن ساعة أمل الدالي. ضيفنا وضيفكم اليوم أصدقائي الكاتب الصحفي والشاعر مصطفى جعفر عفيفي، رئيس تحرير مجلة سفراء القلم الأردنية المتخصصة بالشعر والأدب والفنون، وصحفي بجريدة كنوز عربية وجريدة نبض وطن، وصاحب صالون ثقافي في مصر الجديدة، صالون مصر الجديدة. أهلا بك. أهلا وسهلا بحضراتكم. وأنا يعني بداية كلامي بسم الله الرحمن الرحيم، مبسوط جدا وسعيد وفي قمة السعادة أن أنا متواجد في قناة الشباب والرياضة في الإذاعة المصرية اللي كلنا تربينا عليها، الإذاعة العريقة المتجددة دائما، مع نجمة الإذاعة الأستاذة الكبيرة أمل الدالي، الدكتورة الشاعرة الكبيرة الإذاعيين. حقيقة يعني مش عارف أقول أنا فرحان بإيه ولا إيه. أنا والله الفرحة لينا إحنا والسعادة لينا إحنا. وبعدين أنا عايزة أقول إن المذاق الخاص جدا لأشعارك هو اللي خلاني إن أنا أدور عليك وأقول لك لازم تكون ضيف معانا على هوا الشباب والرياضة. والله دي حاجة تسعدني جدا، أنا مش عارف أشكرك إزاي. البداية كانت إمتى؟ البداية كانت وأنا صغير، يعني كنت دايما لما أجي أكتب جوابات بكتبها بشكل كده شبه شعر. تمام. وكنت ومين اللي اكتشفها؟ مين اللي اكتشفها؟ هي طلعت لوحدها، يعني عايز أقول لك هي طلعت لوحدها بالظبط. يعني على بداية فكرة الثقافة نفسها أنا حي عليها أمي وأبي، يعني أبي رحمة الله عليه. يعني كانت البداية مع أمي إن أول واحدة دخلتني مكتبة أطفال، يعني أيوة. كفكرة بره الصندوق. يعني أنت عارف إن فكرة دخول المكتبة دي يعني فكرة أنا بتمنى فعلا كل أم وكل أب يدخل ابنه أو بنته المكتبة. أيوة الإنترنت بيحمل كثير جدا من روافد الحياة، لكن المكتبة لها مذاق خاص جدا. هي كمان كانت دايما القصة، يعني أنا أذكر وأنا صغير إن كانت أمي دايما تديني القصة وتقولي استفدت منها إيه، الله وأقول لها استفدت إيه، وتطلع لي تقولي شاطر، وبعدين تطلع لي حاجات تانية غير اللي أنا بقول عليها. يعني حلو قوي قوي. وكانت دايما بتنمي فينا الإبداع، يعني حتى برضو مع أولادي لما يلعبوا شوية معاها الدنيا بتتغير عندهم. يعني دايما كانت وما زالت ان احنا الاطفال يسيبوا اللعب اللي شاريينها وبتاع ويعملوا لعب جديدة. يعني اول ما تعرفي ان هم راحوا بجد يعني يعملوا شخصية جميلة جدا. وشخصية هي شخصية، يعني انا بقول لها من زمان يعني يا ريتك كنت عملت كتب يعني. الله. وبعد كده هي سمعنا دلوقتي، يا رب تكون سمعانة. والله يعني أنا بحييها تحية خاصة فعلا يعني. وطبعا الحمد لله يعني أبي رحمة الله عليه كان دايما يعني يقول لي هات قصة، كنت مصروفي يكفي الحاجة ساعة والبسكوت. حلو قوي. وأنا في ابتدائي يعني يقول لي هات قصة ووريها لي وادفع لك ثمنها. فقعدت أحوش شوية لحد ما جبت ثمن القصة، بقيت أديله القصة يدفع لي ثمنها واروح اجيب قصة تانية بثمنها، وبقى كل يوم قصة. كانت القصة سعرها كام فاكر؟ يعني ما كانتش بتعدي الجنيه يعني ابدا، ده المجلد يعني. يعني ميكي جيب كان بيبقى اغلى من ميكي العادية، وفي جريندايزر كان مجلد. يا خبر ابيض، كانت الحاجات دي زمن يعني جميل. بعض الحاجات دي انا محتفظ بيها يعني لحد دلوقتي. لحد دلوقتي. قول لي بقى، الاولاد بيقبلوا عليها وبيبصوا عليها؟ بيقبلوا عليها، وهي اصلا يعني انا عجبني الفكرة بتاعت ابويا وامي ان هم يشجعوني بالقراية عن طريق القصص المصورة. يعني هي مش مهم القصة نفسها تكون هي مفيدة،
هي بس اهم حاجه بتكونش مضره. بس دلوقتي احنا بنعلم الطفل، بنحب يعني نحببه في القرايه، فكانت جميله يعني. بيسيبوا الموبايل؟ لا، ما هو الموبايل لازم كنترول عليه، لأن الموبايل يجنن الكبار نفسهم يعني. يعني لو هنقضيها لعب، وحتى واحنا صغيرين كان ظهر الجيم اند واتش ده، وكان بيشيلوه مننا برضو، ان كان الواحد بينام يحلم بيه يعني. يعني بس كان الأب والأم شوية عندهم قدرة على السيطرة على المواضيع، بس في الوقت الحالي الطفل الصغير اللي عنده 3 سنين بيمسك الموبايل ويلعب بيه. ما كارثة. بس هتعملي يعني الموضوع بقى على الميزان، ان انت تمنعيه عن الموبايل هيبقى في عالم تاني، بالظبط. تسيبيه على الموبايل هيبقى في عالم تالت. احنا عايزين اظبط مفيش. طب بص بقى، يعني احنا قدامنا دقايق قبل موجز الأنباء، فأنا عايزة أستمتع بأشعارك. طيب أنا هتختار لي إيه؟ هختار لك في الأول أول قصيدة قلتها. يعني أنا الأول كنت ما كنتش بقول، كنت على الفيسبوك وبنشر وكده. فالقصيدة دي عبارة عن صورة برسمها أو نوع من المذكرات عن أيام المترو وأيام بياع جرايد. المترو أبو سنجة بقى، المترو مصر الجديدة. أيوة. كان يعني أنا بحب المترو، والمترو هو جاي كده كان بيجي يتنطط كده كأنه بيضحك يعني. كان ليه شكل كده. وكان في بياع جرايد أسطوري في ميدان سفير، كان بياع يعني زي بيوزع على بتوع الجرايد التانيين جملة يعني. كان بيحط بقى الجرايد بأكوام فوق ما شاء الله. وكنت لما تقفي على المحطة بتاع الميدان سفير تقعدي تقري عناوين المجلات كلها مرصوصة قدامك. وممكن تشتري دلوقتي، وممكن بعد كده يجي في دماغك مجلة ترجعي يعني تجيبيها بعد كده. والراجل ما كانش بيمانع، كان عنده كل حاجة. كان ممكن حتى الحاجات المستعملة كانت عنده، الجرايد المستعملة. فكانت دايما يعني الصورة دي مرتبطة في دماغي قوي. حلو. فترة اللي احنا فيها دي شهر 10، المدارس، خروج المدارس وجايين يركبوا المترو، وكان محطة المترو جنب محطة الأتوبيس، وفي ترماي وفي ميدان سفير وكل حاجة موجودة. ده انت عاشق للمكان جدا، والتفاصيل تهمني جدا. وبعدين بقى الدنيا كانت بتبقى حر. ايوه. والصبح وبرد بالليل، فكانت يعني ايه دي هي دخول المدرسة الأيام بتاعت البداية فيها مشاكل فعلا. دي أجواء اللي أنا حبيت إن أنا أرسمها في دماغي عشان ما انساهاش أبدا. يلا قول لي بقى. طيب نقولها. بالشعر شاعر بشعور خطير، أشعار مشاعر بشعار كبير، أشعار شارعنا والبيت بتاعنا والمترو الأخضر وميدان سفير. يوم زحمة يابا والناس كتير، ترمي يزمر أتوبيس يطير، وبنت شاطرة جت على المحطة في الشنطة حاطة كتب كتير. والشمس ناقحة والدنيا سايحة، طلبة مدارس وعيال تعاكس، وبياع جرايد راصص عرايد، على الأرض راصص جرانين كتير. الله. وفجأة قامت كل المحطة، المترو قرب ألحق لي حتة. لكن الغريبة المترو فاضي، قافل بيبانه والناس قصادي، واللي يزعق واللي ينادي افتح لي يا اسطى الحق معادي. الاسطى قال ورشة حضرات، وكأنه جاي يرمي السلامات. ودي كانت حكاية من الحكايات عن مترو جاي وعدى وفات. الله جميلة جدا جدا. طب الحمد لله. أنت شاعر الكح. ربنا يخليك. يعني هي القصيدة دي أنا دايما كنت بحبها، لكن هي ما هياش مجعلصة ولا. حلوة سلسة وسهلة وجميلة ومؤثرة وصاحبة موقف. عايز ايه تاني؟ ودي من الحاجات اللي عجبتني. حلوة. انا كنت بحب الحاجة دي وبأمر عليها، ولما أول مرة قلتها في الصالون لقيت الناس عجبتهم، وناس شعراء وأدباء، فده اللي خلاني أكمل. يعني عارفة الطلعة الأولانية أنا لفتت، يعني في ناس لفتت نظري